الكابتن خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي اللي بيجي على قناه الزمالك يوميا من الساعه 11 مساء. انه من شويه كابتن خالد كتب بوست على فيسبوك بيقول او بيعلن فيه انه خلاص علاقته بقناه الزمالك ستنتهي بنهايه الشهر الحالي. خليني اقرا البوست لحضراتكم. ينتهي تعاقدي مع قناة الزمالك بنهاية شهر نوفمبر الحالي. أتمنى التوفيق لي فيما هو قادم بإذن الله. ده أول سبب. طب تاني سبب يا سيدي، السبب التاني إن راتب خالد الغندور من أعلى الرواتب في قناة الزمالك، وقناة الزمالك الآن مملوكة لنادي الزمالك، فاللي بيدفع المرتبات بتاعة العاملين في القناة هو نادي الزمالك. فبالتالي نادي الزمالك مش قادر يدفع المرتبات الكبيره اللي من اعلاهم خالد الغندور او كابتن خالد الغندور، مع حفظ الالقاب طبعا للجميع. وبالتالي الشركه المتحده لما سلمت قناه الزمالك وقناه الاهلي للانديه، اصبحت الانديه هي المالك الاساسي للقناه، فهي اللي تصرف على القناه. طيب السبب الثالث او الكواليس بتقول في 3 أو 4 اسباب مع الشركه المتحده قنوات اون تايم سبورتس. فقد يكون الشركه المتحده طلبت بشكل او باخر من الكابتن خالد الغندور انه يختار ما بين عمله في اون تايم سبورتس كمحلل وكضيف في البرامج، وما بين عمله في قناه نادي الزمالك اللي اصبحت مملوكه للنادي مش للشركه المتحده.